هنعمل مع بعض احلى بانيه كريسبي ومقرمش من بره وطري وجوسي من جوه. هنحتاج للبانيه ده بصلايه وفص ثوم وربع معلقه كركم على كاري وفلفل اسود وبهارات فراخ ورشه ملح ورشه سكر. هنضربهم مع بعض في الخلاط مع ربع كوبايه ميه. هننزل بيهم على البانيه بتاعنا ونقلبهم ونسيبهم اقل حاجه لمده ساعتين. بعد كده الكفر بتاعي هنحتاج له كوبايه من الكريسبي ونص كوبايه من الدقيق، وهنحتاج له دقيق نحط عليه بهارات فراخ ورشه من الفلفل الاسود، وممكن تستبدليه بفيجيتار لو ما عندكش كريسب، بس انا بفضل الكريسب عشان بيكون طعمه احلى كتير. بعد كده هناخد البانيه بتاعنا من التتبيله، وبقيه التتبيله اللي هتفيض معانا هنحط عليها نص كوبايه من الميه المتلجه، وهي دي اللي هنستخدمها بدل البيض. هنحط البانيه بتاعنا في قلب الدقيق وبعدين نطلعه في الميه المتبله، وبعدين نحطه في الكفر اللي فيه كريسب. وبعد كده هنخلص الكميه بتاعتنا، زيت ساخن على النار، هننزل بالبانيه بتاعنا ونبدا نحمره زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تحفه جدا.